رجعت لكم بداية بعد ما خلصنا داي 9 امبارح، واللي هو كان ان انا اتأمل لمدة 20 دقيقة. النهاردة التحدي هيبقى حلو لان انا حاطة في التحدي ده ان انا اعمل فطار صحي. الفطار الصحي متنوع، وفي حاجات كتيرة قوي ينفع اعمل بيها، حاجات صحية كتيرة متنوعة اقدر اعمل بيها فطار متنوع. بيض، ليه طرق كتيرة قوي، مثلا بيض المهروس مع البطاطس مسلوقة مثلا، او مثلا بطاطس مهروسة عليها بقدونس من فوق، حاجات كده. بس انا يعني بقول يعني حاجة خفيفة لطيفة كده، طاجن صغنن كده اهو، شامل كل حاجة، بس مش اكيد مش شامل بيض، يعني شامل كل حاجة. وهو الصراحة يعني my favorite dish في اي حاجة، فطار مثلا سناك ينفع او عشاء. فالنهاردة هنعمل فطارنا النهاردة، واللي هو شوفان بس على طريقتي. هو شوفان بس على طريقتي. ايه هو بقى؟ هنجيب الطاجن كده ونجيب الشوفان بتاعنا، تمام، وهنجيب معانا تمر، هو ده، تمام. وبعد ما احط الشوفان هحط لبن واسخنه في الميكرويف عندي، او مثلا في فرن لو مفيش ميكرويف. بس يعني اقدر اتحكم في الفرن وكده، لان انا كل شويه هحتاج ان انا اطلعه، تمام. هحطه في الميكرويف عندي دقيقه، اللبن مثلا يسخن شويه والشوفان يمتص حبه، بعد كده اقوم حاطه فوقيهم التمر. ولو انا حبيت مثلا احط نسكافيه، قرفه، اي توبينج من فوق، اي رشه من فوق كده اهو احط، وارجع اسخنه تاني ويطلع لي طاجن كده شامل كل حاجه حرفيا يعني، ومشبع، انا حرفيا بيشبعني. فخلينا نجرب مع بعض كده اهو، نشوف فطارنا ده، تمام. اول حاجه شوفان، اصب شويه كده حبه محترمين عشان لما اجي احط اللبن يعرف يمتص، تمام. واقفل، وادي معانا اللبن، نصب حبه كده، يعني مش بغرقه قوي يعني، فاهمين؟ يعني حبه لبن كده. بعد كده بقوم حطاه في الميكرويف، اشوف اللبن بيفور جوه اشيله، تمام. وبعد ما بيفور اقوم حاطه عليه التمر من فوق وادخله تاني، يبدا بقى كله يستوي مع بعضه كده، ويبقى ميكس حلو كده اهو، يبقى سخن. بعد كده برش قرفه من فوق. انا بحب القرفه وبحب النسكافيه، بس انا عشان حاليا دلوقتي ما عنديش نسكافيه فهحط قرفه، تمام. المفروض ان انا طلعته كده اهو، كده اهو، سخن. هعمل ايه اهو، برتبهم بالشكل ده عشان ايدي متوصله، وبرجع احطهم تاني في الميكروويف واسيبهم مثلا دقيقتين او حاجه، بس يعني الاحظ برضو لو في فوران في اللبن ولا لا، عشان ما بوظش الميكرويف، تمام. واشيل واخلص وارش بقى التوبينج من فوق. استنوني انا بخلص خالص. هو بيطلع بالشكل ده بعد ما حطيت التمر، بيطلع بالشكل ده. خلاص الشوفان نشف جوه بعد ما اللبن خلاص هو كمان نشف، وتشربه الشوفان تشربه. حط بقى رشة ايه، القرفة الحلوة دي كده اهو، حسيته كتير شوية، ماشي اهو، ده الفاينل خلاص. حرفيا دي بقت من احسن الوجبات بالنسبة لي، ان انا ممكن اكل سناك كده او افطر بيه او اتعشى بيه كده. والصراحه انا بحبه، يعني انا بحب الوصفه دي بالذات عشان بتشبعني وحرفيا تحفه قوي. جربوها برضو وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات لو هي حلوه بالنسبه لكم، لو في حاجه ناقصه فيها، لو في عايزين تزودوا حاجه بالنسبه لرايكم كده. وبس ده كده خلص داي 10، اشوفكم في داي 11 باذن الله. باي. رجعت لكم بداي 11 او داي 11 بعد ما خلصنا داي 10 او 10 امبارح، واللي هو كان ان انا اعمل فطار صحي. النهارده بقى تحدي جديد وتحفه، هيبقى انا مطقمه معايا اصلا. تمام، هيبقى تحدي جديد وتحفه قوي، لان تحدي النهارده هيتكلم عن ان انا اتعلم الهيروغليفيه. ايوه انا
قلت ليه ما جربش ان انا اتعلم اللغة الاصلية بتاعت المصريين، البلد اللي انا موجودة فيها وعايشة فيها من ساعة ما اتولدت. ليه ما جربش ان انا اتعلم الهيروغليفية اللي الناس زمان كانوا بيتكلموا بيها؟ فتعالوا النهاردة نشوف مع بعض كده هنتعلمها ازاي. انا لسه معرفش عنها حاجة، هنبدأ من الصفر حرفيا، يعني يا رب يعني يا رب. تمام، فيلا بينا كده. نجيب برضه وادي اهي، يلا بينا. لقيت حد على اليوتيوب بيعلم الهيروغليفية بالصفر برضو، حروفها ونطقها وكده، فخلينا نسمع مع بعض كده. الخط الهيروغليفي مقدمة من فريق باستل. الدورة ديت أنا استخدمت المصطلح الهيروغليفي بشكل عام للدلالة على اللغة المصرية القديمة، ولكن هنا أقصد اللغة المصرية القديمة بشكل عام عشان المصطلح دوت هو أكتر مصطلح شائع، فاستخدمنا المصطلح دوت. الدورة دي هتكون لتعليم اللغة المصرية بشكل عام للحياة اليومية، يعني أنت تعرف نفسك مثلا باللغة المصرية القديمة، تعرف تقول جمل بسيطة مع صحابك الجمل اللي بنستخدمها في الحياة اليومية باللغة المصرية القديمة مع العامية المصرية. في نطق الحروف اختلافات بسيطة تعلمها مع بعض، كلمات ممكن تلاقيها متشابهة بس فيها معنى مختلف بسيط، أو كلمات جديدة عليك بس نطقها سهل. تكتشف قد ايه اللغة المصرية قديمة جميلة، جزء من ثقافتنا وجزء من حضارتنا، فلازم نحييها ونهتم بيها. بصوا يا جماعة اهو الحروف اهي، وادي الاشكال. انا على قد ما اقدر حاولت ارسم الاشكال، مش هي طبعا، بس حاولت على قد ما اقدر. وادي اسمي فوق اهو، سهيلة. ده شكله تحفة. انا استمتعت قوي حرفيا باللغة، حرفيا انا استمتعت قوي. يعني الموضوع يعني حلو كده ان انا اشوف لغة تانية هي حرفيا لغة قديمة، والمفروض انها لغتي، فان انا اتعلمها. انا مبسوطة قوي، واسمي فوق اهو اوريكم في الفيديو. انا مبسوطة حرفيا مبسوطة. كتبت التاريخ برضه عشان ما انساهوش. انا مبسوطة قوي. وبس ده كان نهاية تحدي النهاردة، ان انا اتعلم اللغة الهيروغليفية. اشوفكم في تحدي بكرة باذن الله. باي باي. رجعت لكم بداية 12 بعد ما خلصنا داي 11 امبارح، واللي هو كان ان انا اتعلم الهيروغليفية او اللغة الهيروغليفية. النهاردة تحدي حلو، وهيبقى متمحور يعني على سكة الكلام الكتير شوية، فمش هطول يعني في اليوم ده. تحدي النهاردة هو ان انا اكتب مقال عن شارع او منطقة مشهورة معينة بس في بلدي. تمام، في حاجات كتير قوي يتحكى عنها، من حتى من المحافظات الصغيرة، مثلا أسوان اللي بتضم كل حاجة، الأقصر، أتكلم عن اسكندرية، أتكلم عن القاهرة، كمية حاجات. ومصر مليانة حكاوي يتحكى عنها. فممكن اعمل سبين ذا ويل واشوف كده اللي يطلع لي عشوائي هو ده اللي انا هكتب عنه. فيلا بينا مع بعض كده اهو، يلا بينا نشوف. طلعت لي اسكندريه. طب ما انا اسكندريه يعني اعمل ايه يعني؟ طب انا بروح كمان او 2 كمان، لو طلعت لي اسكندريه او طلعت لي حاجه تانية، هي دي اللي انا هكتب عنها. يلا سينا، حلو. لو طلع لي اسكندريه تاني في المره الثالثه يبقى اضطر اكتب عنها. سينا تاني والأقصر كده. ما لا، خلينا نعيد تاني. أسوان، نعيد تاني.
بأسوان هي اللي كسبت معانا عشان أسوان طلعت مرتين. تمام، يبقى أسوان هي اللي هنتكلم عنها مقالنا النهارده. متحمسه لان أسوان فيها حاجات كتيره قوي، وانا من الاماكن المصريه اللي انا كنت عايزه اروحها الصراحه، ان انا يعني الف مثلا بيخت كبير كده واشوف المعابد والحاجات يعني، واشتري من هناك لبس، ولبس النوبيين حلو قوي، انا اصلا بحب النوبيين هناك. فيلا بينا نتكلم عن أسوان. يلا بينا نشوف مع بعض المقال الحلو ده، انا استمتعت بيه اوي وانا بكتبه حرفيا. يلا بينا. أسوان ما كانتش مجرد مكان للسياحة، دي كانت أهم الأماكن اللي شايلة تراث وجمال بيتكلم عن طبيعته وهدوءه. نبدأ بالنيل. بما إن النيل كان جزء عظيم في مصر، إلا إنه بيشيل ذكريات وحكاوي في كل جزء هو ممتد فيه. وعندنا في أسوان الفلوكة أو الرحلة المركبية النيلية بيخليك تشوف وجهة ما شفتهاش قبل كده، اللي النهر بيشق طريقه ما بين صخور الجرانيت السوداء، فيدي شكل مش موجود في حتة تانية خالص. ولو هنتكلم عن المعابد، في أشهر معابد هناك هو معبد الفيلة، اللي يعتبر بيعكس الفن البطلمي والمصري القديم، موجود على جزيرة إجليكا. أما عن ثقافة النوبيين أو أهل أسوان، فعندهم أقوى عادات وتقاليد ممكن تشوفوها، بداية من لغتهم إنها لغة عريقة واستخدمت في حرب أكتوبر 1973 كشفرة عسكرية سرية، واللي نجحتنا في الآخر وانتصرنا على عدونا. والفنون والموسيقى اللي كانت جزء كبير في انتشار الفرحة والدفء، ورقصاتهم المشهورة زي رقصة الأراجيد، ولبسهم الفريد من نوعه زي الجرجار الأسود للست والعمامة البيضاء للراجل. وما ننساش عمارتهم وفنونهم في البنى، ده كان من أشهر وأكبر الطوابع اللي متميزة بيها أسوان بسبب الأشكال الهندسية والألوان. في النهاية التجربة تستحق انك تشوف أسوان من ناحية جمالها وأسرارها وحكاياتها اللي هتفضل موجودة في كل ذاكرة زوارها. انا عجبني اوي المقال، انا حاسة ان انا ابدعت يعني. اتبسطت ان انا اكتب عن جزء بسيط جدا من مصر اللي بتشيل وتعبي كل حاجة. ده بس كده نهاية اليوم ال12. اشوفكم باذن الله بكرة. باي باي.